لما بتكون مقبل على شراء جهاز ماك، اول سؤال بيدور في دماغك او اول سؤال بتفكر فيه هو برامج الادوبي بتشتغل على اجهزة الماك ولا ما بتشتغلش. والنهاردة انا جاي يعني اقول لكم من الجهاز بتاعي مباشرة. الجهاز دوت زي ما انتم شايفين هعمل about this Mac، هو جهاز M1 زي ما انتم شايفين. تمام. وانا منزل برنامج، انا طبعا كان ممكن انزل كذا برنامج بس هو طالما برنامج اشتغل كل البرامج بتشتغل. ادي الفوتوشوب 2024 فتحته على الجهاز، هيبتدي يحمل ويشتغل معاك عادي جدا، مفيش اي مشاكل في ان انت تشغل. انا ما عنديش البريمير، انا بشتغل على الفاينل كات فما بستخدمش، بس انا نزلته وعملت حلقة اتمسحت من اليوتيوب ولكن بيشتغل. انا مش هقول لك حاجة مش موجودة ومش انا صاحب تجربة فيها. فده الفوتوشوب. ولو جينا عملنا على الفوتوشوب، اسف انا ايه اللي ضغطت عليه ده، اتمنى ان هو ما يفتحش حاجة. طيب نقفل ده ونفتح about فوتوشوب. وزي ما انتم شايفين ده الاصدار 25/3.1. ده يعتبر تقريبا اخر اصدار. احنا في 2024 شهر 2 الفيديو دوت متصور. فزي ما انتم شايفين اخر اصدار شغال، كل حاجة تمام. اخر حاجة كنت بعدل عليها، ضغطت على الصورة هتلاقيها فتحت معاك، تعدل واكتب واعمل كل اللي انت عاوزه. طبعا الامكانيات الجديدة زي ريموف باك جراوند وسيلكت سبجكت والحاجات دي كلها، عارفين فوتوشوب بقى فيه حتة الاي اي شوية، فكل ده موجود وكل دوت شغال. رامي انت ليه ما بتحكيلناش عن طريقة تنزيله بقى؟ هي دي المشكلة اللي انا اتكلمت فيها كذا مرة، وهي دي المشكلة اللي بتعطلني ان انا اصلا انزل فيديوهات. كل دلوقتي اي حاجة تتكلم عليها ليها علاقة بتحميل حاجة مثلا المفروض تدفع فيها فلوس، برنامج، اغنية، فيلم، مش عارف ايه، اليوتيوب بيشيل الفيديو، ويا ريت بس بيشيل الفيديو كمان بيديك سترايك. فلما القناة بتوصل لعدد يعني تبليغات معينة ممكن يقفل لك القناة خالص، وده اللي بيخليني انا استنى فترة على ما الاسترايك ده يتشال وارجع انزل فيديو، لان انا بخاف اقوم حاطط فيديو ويطلع بالمنظر ده. ولكن اذا لقينا تفاعل والناس بتعمل شير والقناة ديت بتكبر وفي ناس كتير مهتمة، ممكن نطلع لايف في اي حتة تاني ونتكلم على الموضوع بتفصيله ونشوف الموضوع بيتعمل ازاي. بس انا حبيت النهاردة اطلع اقول لكم ان كل البرامج ديت بتشتغل وبتشتغل بشكل ممتاز جدا كمان على الماك. ونشوفكم في الفيديو اللي جاي قريب. مع السلامة.